ربنا عز وجل بيقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، هو هيديني ايه وامتى؟ وهل انا اصلا استحق؟ اسمعي معايا الكلام ده ليكي من ربنا عز وجل. الآية دي أصلا نزلت تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، بتطمنه لما اتقال عليه إنه اتسب وربنا نسيه. وربنا بيرد ويقول عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. وبعدين قال في الآية اللي بعد كده: ووعده ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني ربنا بيقول، أو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هعطيك وهتفرح، مش بس كده، ده كمان هترضى. ده عطاء مع رضا، وده أعلى وأغلى أنواع النعم. لما نيجي كده نشوف مع بعض طبطبة الآية على قلوبنا. الآية مش بس للنبي صلى الله عليه وسلم، دي لنا كلنا. كل حد بيدعي وبيستنى، وكل واحدة قلبها مكسور وبتقول: هو فين ربنا؟ ربنا بيطمنك وبيقولك هديكي وهتوصلي وهترضي، بس خلي عندك يقين حتى لو اتأخر الوقت. لما نيجي نشوف كده أنواع العطاء اللي ترضينا، ممكن تكوني مستنية حاجة مادية، شغل، جواز، أو حمل أو فرج. بس ساعات العطاء مش بيكون زي ما انتي متخيلة. ربنا ممكن يعطيكي راحة بال، هدوء في قلبك، بعد عن شر انتي مش شايفاه، أو رزق في وقت ما تكوني فعلا محتاجاه. ربنا عالم ايه اللي هيرضيكي، ويمكن هيرضيكي بحاجات أعلى من اللي كنت بتدعي بيها. لو حسيتي يوم إنك تعبتي وإنك دعيتي كتير ومفيش حاجة حصلت، ارجعي للآية دي وقولي: أنا واثقة يا رب إن عطاياك جاية، وإنك مش هتسيبني مكسورة. وافتكري إن ربنا ما قالش يعطيك، قال يعطيك فترضى. يعني هيعطيكي لحد أما قلبك يقول: أنا راضية وفرحانة. ربنا مش بينسى حد ومش بيتأخر على طلبات حد، هو بس بيحضر لك فرحة تستاهل الانتظار اللي انت انتظرتيه. اوعي تفقدي أملك وثقتك في الله. خلي عندك يقين تام إن ربنا عنده كتير وعطايا كتير، وهيديك الحاجة اللي تستاهليها في وقتها المناسب. لكن هو بيحبك وعايز يسمع مناجاتك. عايز لما يكون معاكي موقف، اداكي موقف شديد أو ابتلاكي بابتلاء معين، هو ابتلاكي بالابتلاء ده علشان هو بيحبك. هو عايز يسمع صوتك، عايزك ترجعي، عايزك تدعيه. هو هيطمن قلبك وهيريح بالك، بس عشان انت عزيزة وغالية عند ربنا، عايزك ترجعي وتبكي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيحب يسمع صوت العبد في مناجاته، في أدعيته. لما تروحي كده وانتي عندك ابتلاء أو موجوعة من موقف معين، صدقيني ده مش ان انتي مثلا تقولي ليه ربنا ما بيحبنيش فاداني الموقف ده. لا، انت ربنا بيحبك وبيحبك قوي كمان، لان اداكي فرصة ان انتي في الوقت ده ترجعي لربنا. هتتوضي وهتروحي تصلي وتدعي ربنا وتبكي وتسألي ربنا في الحاجة اللي انت عايزاها، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيطمن قلبك. مفيش حد راح على باب ربنا سبحانه وتعالى إلا وربنا سبحانه وتعالى أعزه واستجاب ليه. ويمكن لو ما اداكيش الحاجة اللي انت عايزاها، بيديكي أفضل منها بمراحل. وياما حصلت معايا كتير، كنت أروح وأطلب الحاجة وألح عليها وأتذل، وسبحان الله ربنا يديني اللي أحسن منها. واللي أعرف بعد كده
إن الحاجة اللي أنا كنت باطلب بها دي أكيد ما كانتش خير ليّا. ارجعي لربنا، وهو هيطمن قلبِك وهيريّح بالِك. لو الفيديو لمس قلبِك ما تنسوش كده تشاركوا كده الفيديو مع أصحابكم ومع حبايبكم ومع أي حد قلبه موجوع أو مكسور. ما تنسوش كده اللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.